السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن الجديد في قضية الدكتور ولاء رحمه الله. ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله ويبارك في ابنه إن شاء الله يونس. الجديد عندنا استدعاء رجب البواب. طب وليه استدعوه؟ وكمان مرات البواب إيه اللي قالته على زوجة الدكتور ولاء رحمه الله؟ ايه اللي حصل في قسم شرطة حلوان اول ما تبلغ بحادث الدكتور ولاء؟ ايه اللي قاله ضابط الشرطة ضابط قسم حلوان اول ما دخلت عليه والدة ولاء الله يرحمه؟ كل التفاصيل هنتعرف عليها، بس الاول نصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. بعض النقاط الهامة في قضية الدكتور ولاء زايد الله يرحمه ويصبر أهله إن شاء الله. معلومات تخص جمعة البواب الشهير برجب. بناء على طلب من المستشار إن رجب فيه غلط في الحاجات اللي قالها في أول تحقيق معاه، نيابة الحوادث عملت استدعاء لمين؟ استدعاء لرجب، وتمت مواجهته بمصطفى رمضان. مصطفى رمضان طبعا الشهيد الجار البطل، هو اللي كشف حقائق كتيرة في قضية ولاء. مصطفى رمضان هو جار الدكتور ولاء، هو اللي شاف جثمان ولاء رحمه الله على الأرض ملقاه وأخده إلى المستشفى، وكمان كان معاه رجب البواب. رجب في الأول قال إن أنا أخدت الدكتور ولاء على توك توك. طيب لما تواجه في النيابة قال إيه؟ قال إن أنا نسيت. معقولة في حاجة تتنسي زي دي يا رجب؟ مرات رجب البواب قالت على زوجة الدكتور ولاء إنها زي الحرباية. طب قالت ليه زي الحرباية؟ قالت لأنها كانت بتشوفها مع الدكتور ولاء بطريقة، وبتشوفها كمان مع محمد عصام بطريقة تاني. الله أعلم. مرات البواب شبهت المجرمة زوجة الدكتور ولاء بأنها حرباية. هي مش حرباية، هي أكتر من كده. ربنا إن شاء الله ينتقم منهم بإذن الله. اللي قدامكم ده هو محمد عصام. محمد عصام ده مين؟ ده الشخص اللي يونس الطفل البريء أول ما حققوا معاه في النيابة قال إن هو ده اللي رمى بابا من البلكونة. دخل الأوضة على بابا وشاله من رجليه وحدفه من البلكونة. ده كلام يونس الطفل البريء. ليه بس محمد عصام؟ إلا إذا لو هو كان بيشوفه كتير ومتعود عليه وحافظ اسمه، والله أعلم. أما اللي حصل في القسم أول ما حصل الحادث، طبعا والدة الدكتور ولاء راحت اسم حلوان. مين رئيس المباحث هناك في حلوان؟ محمد المعداوي. في ضابط هناك في حلوان أول ما دخلت والدة ولاء الدكتور ولاء رحمه الله قال لها ابنك انتحر. طب وانت مين قالك يا سيادة الضابط ان ابنها انتحر؟ ولا انت بتخمن وبتفكر كده وبتقول كلام وبس؟ حادث حصل مهم زي ده انت من نفسك تقول ان هو انتحر؟ انتوا عارفين قال لها ايه؟ قال لها خدي ابنك بدل ما يتشرح ويتبهدل. ابنك انتحر يا حاجة ورمى نفسه من فوق. ردت عليه ان بيعرف ربنا وابن مؤمن ومش ممكن ينتحر. تصدقوا عمل ايه؟ كتب في التقرير ان حالة انتحار بدون تحقيقات وبدون اي حاجة. طب ليه هو عمل كده؟ يا ترى نسأل الضابط ولا نسأل رئيس المباحث الموجود هناك؟ طبعا اللي اتسأل عليه رئيس المباحث. من هو؟ محمد المعداوي. وطبعا الكلام ده قالته والدة الدكتور ولاء الله يرحمه. ربنا إن شاء الله يرحمه يا رب، ودعوة من قلوبكم الصادقة بالرحمة والمغفرة لموتانا وموتى كل الأمة العربية. أشكركم والسلام عليكم.